عزيزي الإنسان، بهذا الفيديو رح أصدمك بشكل علمي وواقعي عن دخول مكونات لحم الخنزير في كل أنواع الطعام. ولا أعتقد أن هنالك إنسان على وجه الأرض لم يتناول إحدى مشتقات لحم الخنزير. عندنا 1.5 مليار خنزير يتم استهلاكهم سنويا. إليكم بعض الأمثلة: النبيذ بكل أنواعه، المشروبات الروحية، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية يدخل في تركيبها لحم الخنزير. الحمض الأميني المسمى بالإلسيستين متوفر على شكل كبسولات وعلى شكل بودرة أو مسحوق، يتم مزجه بالطحين لجعله أكثر مرونة، وهو حمض مستخلص من شعيرات الخنزير الناعمة. يعني لا يوجد طحين على وجه الأرض تشتريه من السوق مغلف إلا وفيه مكونات الخنزير. يعني حتى غنية أليسا مصدومة بجد ومش بنطة ولا عارفة أرد ما راح تكفيك. رقائق الذرة والكورن فليكس يتم تغطيتها بالسكر وحبيبات الجيلاتين ذو المصدر الخنزيري حصرا. الزبادي يتم استخدام الجيلاتين الخنزيري للحصول على قوام الكريمة، خاصة التي يتم وضع عليها علامة ذو سعرات حرارية منخفضة. العلكة التي تكون مطعمة بأنواع الفاكهة أو التي تستخدم لتعطير الفم يتم استخدام الجيلاتين الخنزيري فيها بشكل أساسي. إذا رأيت الرموز الآتية فهذا يعني جيلاتين من معدة وأحشاء خنزير. الأكياس التي تحوي على بودرة وتتحول إلى شوربة يتم وضع فيها خلطات توابل فيها لحم الخنزير المقدد، ويندرج تحتها أيضا التوابل داخل اندومي وماجي. عند صناعة الجبنة يتم استخدام طريقة التكثيف، ولإنجاح الأمر نحتاج لعامل التكثيف، وهنا يتم استخدام الجيلاتين ذو المصدر الخنزيري. عصائر الفواكه المكتوب عليها 100% طبيعي يتم استخدام جيلاتين الخنزير كعامل تصفية فيها. إذا رأيت الرمز أمامك على الشاشة يعني أنت أمام أنسجة تم استخدام جلد الخنزير فيها في الصبغات والملونات والألبسة. وإذا رأيت الرمز هذا يعني مواد من مصدر خنزيري مضافة لبعض الأدوية ومستحضرات التجميل أو بغرض مكملات غذائية مثل كبسولات الكولاجين، كبسولات أوميجا 3، السيروم، الجليسيرين، الآيس كريم، الصابون، الشامبو، وكل كريمات ومستحضرات التجميل. هل تعلم أن قطرة العين من مصدر خنزيري؟ ودواء المفاصل المشهور أيضا من مصدر خنزيري. أدوية مضاد تخثر الدم مثل مادة الهبارين كذلك الأمر. أدوية السكر وإبر الأنسولين. أدوية البنكرياس مثل البنكرياتين، فيلم الأشعة السينية، الإسفنج الجراحي، صمامات القلب، القرنية الطبيعية للزرع لك حتى الشمع ومسحوق الغسيل والورق والكرتون وفلتر السجائر والمعسل يدخل في تركيبها مكونات لحم الخنزير. حاولوا شراء المنتجات التي تكون من مصدر نباتي فقط، وللأسف حياة يومية بدون مكونات خنزيرية شبه مستحيل، إلا في حال أن تأكل مما تنتج أنت وتصنعه بنفسك أنت. أتمنى لك الصحة والعافية، واعذرني على هذه المعلومات الصادمة.